يا صباح العسل او يا مساء الفل عليكم وقت ما بتشوفوا الفيديو كده بقى. النهارده كده بعمل اكله تحفه بقى. بصوا حاجه كده، يعني ما شاء الله جميله بالنسبه لي طبعا يعني. تمام. بتعملي ايه يا ام ندى بقى ومبسوطه باللي انت بتعمليه؟ اول حاجه بعمل لحمه. تمام. مش هنختلف على نوع اللحمه. تمام، هفهمكم دلوقتي. هفهمكم. بس عملت ايه بقى؟ شويه صلصه. الاول حطيت فص توم كده بشويه طماطم، بشويه زيت، وحطيت الطماطم السبكت زي ما انتوا شفتوا كده. وسلقت اللحمه بتاعتي. خلاص خلاص، هعمل ايه بقى؟ وجبت بصلتين ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده وقطعتهم جوانح، وبرضو ايه، حطيت عليهم شويه ملح وشويه فلفل وشويه كل التوابل اللي انت بتحبي النكهه بتاعتها حطيها. مش حابه وحابه تكتفي بالفلفل الاسمر والملح بس، تمام. تمام، بس انا حطيت فلفل اسمر وكمون وملح وكزبره والسبع بهارات، وحطيت كاري بطعم الاكل. تمام تمام. فركتهم كده ودعكتهم كده كويس كده، ايه يعني، خليت ميه البصل تطلع معايا. خلاص، وقطعت بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل صينيه بطاطس. صينيه بطاطس يا ام ندى؟ الفيديو كله عشان صينيه بطاطس؟ لا، مش عايز صينيه بطاطس بقى، لا استنوا، خلي كده بعيدوا كده. مش عايز صينيه بطاطس. ده طاجن بطاطس تعمليه بقى في طاجن، في صينيه، في صينيه بايركس زي دي، زي ما انت عايزه بقى تعملي اعملي. تمام تمام. دعكنا بقى البصلايه بتاعتنا كده ما شاء الله. هنحط بقى البطاطس اللي انا مقطعاها ونقعها في شويه ملح. طبعا مستخسره حبه التوابل اللي في ايديا، يعني بمسك البطاطس كده، انزل التوابل اللي في ايديا. المهم، معلش يا جماعه، لازم نوفر. هنعمل ايه؟ ما نرميش حاجه، حتى شويه التوابل اللي ملازقه في ايدينا. يخرب بيت الغلا. يلا، حطوا اللايك والاشتراك وفعلونا الجرسات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات والحركات. بحبكم في الله، وربنا يا رب كده يديمكم نعمة في حياة. نخش على طاجن البطاطس بتاعنا. ما شاء الله بقى، ايه، حطيت شوية بطاطس كده، شوية البصل بتاعنا كده على البطاطس. وهعمل ايه بقى؟ عندي ايه؟ عندي عكاوي. اللي عارف العكاوي يعني ايه عكاوي اكتب لي، وانهي حتة في الذبيحة بالظبط يقول لي. تمام. سلقت العكاوي كده وما شاء الله يعني، سلقتها في شوية، غليت المية. وكنت الأول غسلاها ما شاء الله، وغليت المية، وبعد كده بعد ما غليت المية نزلت بالعكاوي بتاعتي. تمام، باللحمة بتاعتي. وبعد كده أنا فكرت اعملها ازاي. اعملها طاجن، طب ما احنا ايه صايمين برضو، وعايزين حاجه كده ترم عضمنا ونشبع كده. ففكرت ان انا اعملها ايه في صينيه بطاطس. تمام. والتسبيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، اللحمه كده كده مستويه معانا. وهي على قد بس ان البطاطس تستوي معانا. امين امين. فضينا الصلصه بتاعتنا، التسبيكه بتاعتنا على البطاطس. وايه، ونزلت كده برضو بمغرفه شوربه. وايه، سبتها بقى. هحط لها ورقة سلوفان وادخلها بقى الفرن بتاعنا. يا سلام سلم. والله كان طعمها تحفة. احلى طاجن عكاوي ممكن تاكليه. العكاوي دي ايه بقى؟ ربنا كده يا رب يعزنا ويعزكم. العكاوي دي ديل البقرة او الجاموسة اللي احنا الأضحية بتاعتنا، الذبيحة، أي حاجة تشتريها من عند الجزار. المهم هي ديل البقرة أو الجاموسة. تمام. ما شاء الله بقى، ايه، بتقطعيه عقل عقل كده، او جزل جزل، او قطع قطع، او ايا يكن بقى حسب الفقرات بتاعه الديل كده، وبتروحي قطع. عملت ايه بقى؟ جبت شويه ملوخيه ناشفه، عملت ملوخيه ما شاء الله حلوه خالص معايا اهي في الحله اللي مكان الصلصه بتاعه البطاطس. تمام. الطاجن بتاعنا في الفرن. عملنا ملوخيه، حطينا معلقه سمنه بلدي كده في الطبق، وحطينا ايه، توم. وهحمر ده كله بقى كده وانزل بيه على الملوخيه. تاكل شويه ملوخيه. ياي. حطوا اللايك بقى، ما تحطوا لايكات كده وقولوا لنا بتشاهدونا منين ما شاء الله يعني. مش تنسونا كده في اللايكات بقى. احنا عارفين ان احنا غايبين بقالنا فتره، عايزين نرجع القناه تقف على رجلها تاني ونشتغل تاني مع بعض. شايفين بقى التوم ماشي يصفر معايا، بعد كده انزل بايه، بالكزبره.
كزبرة ما تنزليش بالكزبرة ايه وتسيبيها، لا يا دوبك تنزلي تقلبي تقليبه كده وتروحي ايه نازله بيها على الملوخيه. وان شاء الله في فيديو تاني هنعمل ملوخيه مع بعض وازاي ايه تبقى حلوه معاكي كده وخضره معاكي ان شاء الله جميله. وبتهيألي الوقت ده كده في ملوخيه في السوق صح؟ بتهيألي كده على ما اعتقد يعني، اصل تقريبا خلاص يعني احنا في شهر 5 او في داخلين على 5 اهو، بتهيألي الملوخيه موجوده ما شاء الله. وخلي بالكوا طشة الملوخية بتبقى حلوة بالسمنة البلدي، السمنة البلدي بتديلها طعم جميل 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 لما بتحطيها على الملوخية. والكزبرة الناشفة ما شاء الله اصفرت معايا كده، هنزل بقى بالكزبرة الناشفة وتدي تقليبة كده وتروحي بقى ايه شايلة على طول اسم الله شهقي شهق كده ما شاء الله كده، تروحي شهقة ونازلة بالطشة بتاعتك. يعني جوعتوني يا ولاد، جوعتوني جوعتوني. انا بحب اي حاجه بعيش، يعني اي حاجه بعيش انا دايسه معاها ما شاء الله. كان فطير ما شاء الله حلو والطاجن برضو كان ما شاء الله جميل خالص، عجب الولاد خالص ما شاء الله، يعني كان طعمه بجد بجد تحفه. والبطاطس كانت جميله كده شاربه كده ما شاء الله وكان طعمها حلو. وطبعا الملوخيه حاجه كده جميله، شفتوا ما شاء الله خضرة وحلوه ما شاء الله، يعني اللي يشوفها يقول ملوخيه خضرة. تمام. كان الأكل شكله تحفة وصينية البطاطس بالذات يعني عجبتني. وكنت خايفة من العكاوي لأن دي أول مرة أعملها، بس الصراحة كانت حلوة. أول مرة في حياتي أعمل العكاوي كانت تحفة بجد. احنا بنستهتر بالجزء ده يا جماعة في البقرة أو في الجاموسة، لا بجد 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 تحفة والله العظيم جميل ما شاء الله. كان ده فطرنا ملوخية سلطة خضراء شوية رز كده بالشعرية مفلفلين وما شاء الله، شوية المخلل برضو من ايدينا وشوية شوربة كده بالبهاريز. فاهمين انتوا عارفين البهاريز دي يعني تشرب المعلقة كده تطير كده